يا مساءكم فله. النهارده هطلع الفنانه اللي جوايا وهستخدم الكانفاس اللي كان مبعوت لي من شركه الكوثر، وهوريكم ممكن اعمل بيه ايه باستخدام الالوان الاكريليك برضو بتاعتهم. هستخدم الالوان الاكريليك البوتلز ديت عشان هحتاج شويه ان يكون في كميه الوان كبيره، وكمان هستخدم الباليت ديت. هما 6 برطمانات. الكانفاس عندهم يعتبر نوعين، نوع بيكون فيه الخشب تخين ونوع الخشب فيه رفيع. طب ليه يا لبنى فيه الاختلاف دوت؟ وهل الاختلاف ده في اي مشاكل؟ لا خالص، هي الفكره ان هم حبوا يسهلوا الموضوع على الاطفال، عشان في اطفال في المدارس بتحب ان هي تجرب تلون على الكانفاس، فعشان الموضوع ما يكونش تقيل او سخيف او اللي يلاقوا الموضوع صعب بالنسبه لهم، فحبوا يعملوا الخشب يكون سمكه رفيع، وكمان الخشب السمك التخين اللي هو العادي اللي كلنا بنستخدمه. انا هجرب مقاس 20 في 20. بصراحه انا مفيش اي حاجه محدده في دماغي، بس انا حبيت ان انا اوريكم ان من خلال استخدام 6 الوان بس انت ممكن تطلع عدد نقدر نقول لا نهائي من الالوان. على طول هبدا استخدم الالوان بتاعتي، وانا بصراحه حبيت استخدم الالوان الاكريليك بدون اي تخفيف للميه. كان في جزء او 2 جربت فيهم ان انا اخفف بالميه بس ما عجبنيش. انا حبيت جدا فكره ان انا ادمج الالوان واحطها على الكانفاس على طول. دي اول تجربه ليا مع الكانفاس، فبصراحه هي تجربه حلوه جدا. انا حبيت الكانفاس قوي، حبيت الرسم عليه، التلوين عليه كمان حلو قوي للمبتدئين واللي عمرهم ما جربوا اي حاجه قبل كده. بس كده تقدروا تقولوا ان ده اول ابداعاتي الفنيه، المفروض نعلقها ورانا بقى يا جماعه عشان نبقى فخورين بيها. دي اول حاجه انا ارسمها، رسم حر عشوائي بدون اي تخطيط بدون اي حاجه زي ما انتم شايفين. مش عارفه بصراحه، قولوا لي رايكم في الكومنتس على الفنانه الجديده القادمه، يعني وسعوا كده المجال يا شويه رسامين، انا جايه لكم. وبس كده.